كم أنت عظيم يا زمالك. انتهت مباراة القمة، بقالنا 3-4 أيام، طلعنا الشحن اللي جوانا، نهدى بقى شوية كده ونركز. هل في استفادة من المباراة دي؟ في استفادات كتير وفوائد كتير. أولها إن أنت عرفت قيمتك. صاحب المركز الثالث بقى يقول بكل بجاحة إن الفوز عليك بطولة. تمام، خلاص احنا اتفقنا إن الفوز عليا بطولة. ليه؟ لأن أنا عظيم. الفوز عليا بطولة لأن أنا عظيم. أنت صاحب المركز الثالث بعد ما صرفت ملايين الدولارات على اللعيبة، وبتدفع دلوقتي مرتبات 3 مديرين فنيين، وما عندكش أي مشاكل، لعيبتك بتاخد كل مستحقاتها مقدم، واخدين فلوسهم كلهم مقدم، في ظل إن أنت موقوف لك قيد 15 قيد، مرفوع عليك قواضي، صاحب منك قرض أكتوبر، ما أيدتش حد في شهر يناير، ما أيدتش خالص، اعتمدت على الناشئين. بالرغم من ده كله أنت أول الدوري لحد اللحظة اللي احنا فيها دي. أنت أول الدوري، أنت بتنافس على إن أنت تحصل على كونفدرالية. شباب بلوزداد النهارده كان عنده ماتش في الدوري تأجل له، في حين إنه هيلاعب الزمالك. الزمالك بقى عنده ماتش بكرة ما تأجلوش. شباب بلوزداد الماتش على أرضه في بلده وتأجل له المباراة. الزمالك لما لعب إنبي لعبه الساعة 5، كان لسه الساعة متقدمة يعني حوالي الساعة 4. بيراميدز لما لعب إنبي كان نفس النظام، لكن في المقابل نانوس عين أمه هيلعب معانا في نفس الوقت على أساس إن هو بينافس. هو مش بره، هو بره منافسة خالص. على العموم أنت كبير وهتفضل كبير. ماتش ب3 نقط وياما حصلت كتير، وأنا بقولها لك أهو، اغلبني رايح جاي كل سنة وانا اخد الدوري. واخد الدوري بايه؟ انا قلت لك حتى لو ما خدناش الدوري، احنا اللي عملناه السنه دي انجاز، لكن الاعجاز ان احنا نحصل على بطوله الدوري او الكونفدراليه، او نحصل على الدوري والكونفدراليه. ولو ما حصلش نصيب، وانا ما اتمناش ده، هيبقى احنا عملنا انجاز وليس اعجاز. لكن الزمالك ضد الواقع وضد المنطق، ان شاء الله هيحقق المعجزه. والسلام عليكم.